اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات ازاي اروح المقدمة من منصة وير تو سبوت. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي اروح مرسى مطروح من القاهرة، وهي واحدة من اجمل المدن اللي في القاهرة. لو انت ناوي تصيف في مرسى مطروح ومش عارف تروح من القاهرة ازاي، فالمقال ده معمول علشانك حرفيا. سواء هتركب اتوبيس او قطر او حتى نزل بعربيتك، هنا هتلاقي كل التفاصيل اللي محتاجها عشان توصل بسهولة وراحة ومن غير ما تتوه او تدفع زيادة. اول حاجه، لو هتسافر باتوبيس من القاهره لمطروح، ودي الطريقه غالبا اللي الناس بتعتمد عليها عشان مريحه وسريعه وتكلفتها على قد الايد. طيب، اركب منين؟ ممكن اركب من موقف عبود او موقف الماظة، او من موقف 28 اللي في الرماية، او من كذا حاجة تانية هنغطيها في المقال، ومن فروع الشركات نفسها، او زي جو باص او سوبر جيت، او اتوبيسات تانية زي وسط الدلتا والصعيد للنقل السياحي. طيب، خلينا نراجع تاني ايه الشركات اللي بتشتغل على خط القاهرة مرسى مطروح. جو باص ممكن تنزل طبعا الموقع او تحجز من الابليكيشن، او السوبر جيت، او غرب ووسط الدلتا او الصعيد للنقل والسياحة. الاسعار حوالي بتبتدي يعني على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الفيديو، من 180 جنيه لحد 250 جنيه حسب نوع التذكرة اللي هتختارها، سواء عادي او مكيف او في اي بي. جو باص في العموم بيقدم كراسي مريحة جدا، وفي رحلات في اي بي بأسعار أعلى شوية لكن مريحة جدا. مدة الرحلة بتتراوح طبعا على حسب السرعة اللي انت ماشي بيها، بس نقدر نقول من 6 ل7 ساعات حسب الزحمة وحالة الطريق. في رحلات مباشرة من غير توقف، في رحلات بتعدي على كذا محافظة. زي عدد الرحلات في الصيف، في رحلات كتير على مدار اليوم خاصة من عبود وألماظة. طيب، دلوقتي لو احنا هنركب القطر من القاهرة لمرسى مطروح، في قطر بيروح مرسى مطروح ايوه، لكن مش كل الايام. القطارات بتشتغل بشكل موسمي بس، او في الصيف بمعنى اصح، وتحديدا وقت الزحمة. القطر ده بيطلع منين؟ بيطلع من محطة رمسيس في القاهرة، وبيوصل لحد مرسى مطروح. القطر بياخد من حوالي من 8 ل9 ساعات تقريبا. القطر ما بيكونش سريع، بس مناسب للناس اللي بتحب توفر، وسعر التذكرة ممكن تلاقيه رخيص جدا في حدود 30-40 جنيه. وطبعا حاول تتأكد من الأسعار ومن ان القطر شغال ولا لا قبل ما توصل هناك. طبعا مستوى القطر مش زي الاتوبيسات الحديثة، يعني ممكن تكون الرحلة مرهقة شوية. قبل ما تعتمد على القطر، روح اسأل في المحطة أو كلم 139 رقم خدمة السكة الحديد عشان تتأكد من المواعيد وتأكد شغال ولا لأ. طيب، لو أنا هسافر بالعربية من القاهرة لمطروح، لو عندك عربية وطالع طبعا مع أسرتك مع صحابك وسايق، فده الطريقة اللي هتخليك مرتاح في مشوارك وتقدر تتحرك براحتك، وده أنا بالنسبة لي الطريق الأفضل لو العربية متاحة. طيب، ايه أحسن طريق؟ اطلع على طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي، من بعد مدينة برج العرب أو الضبعة بتدخل على طريق الساحل الشمالي الغربي، كمل لحد ما توصل مرسى مطروح. بتلاقي دي الطريقة التانية اللي هي الطرق الجديدة، في طريق سريع اسمه محور الضبعة، وده بيختصر وقت الرحلة جامد جدا جدا جدا. أسهل وأمن بكتير، والطريق كله واسع ومرصوف كويس، ومن الإنجازات العظيمة اللي موجودة في مصر. المسافة من القاهرة لمطروح حوالي 500 كيلو تقريبا، فمدة الرحلة بتبقى من 5 ل6 ساعات حسب السرعة وعدد الوقفات اللي هتعملها. تكلفة البنزين طبعا لو عربيتك اقتصادية تصرف في حدود من 300 400 جنيه. طبعا احنا بنتكلم في رايح بس، كل ما العربية بتعلى أكيد البنزين طبعا انت أكيد عارف ان البنزين سعره هيغلى. يفضل طبعا ان انت تمون قبل ما تدخل طريق الضبع، عشان في مسافات طويلة من غير محطات، فالافضل ان انت تمون قبل ما تبتدي تمسك اي طريق سريع. في استراحات كتير على الطريق الصحراوي زي تشيل اوت ووطنية، وعلى طريق الضبع هتلاقي استراحات جديدة بس مش كتير، فخليك مجهز اكلك وميتك، وخليك جاهز من كل حاجة. طيب، لو انا اروح تاكسي او اوبر او مشاوير خاصة، فلو انت جروب صغير وعايز تجرب تركب بدل ما تركب مواصلات عامة، ممكن تتفق مع سواق تاكسي او عربية سياحية، او اوبر او ديدي كمان بيوفروا الخدمة دي. بتكون تكلفة المشوار طبعا على حسب الاتفاق بيبقى بحدود من 1000 ل1500 جنيه. فانتم لو انتم 4 افراد، فهتلاقي كل واحد حوالي 300 350 جنيه. فهتلاقي ان السعر قريب كأنك راكب الاتوبيس الفي اي بي. طيب، هتلاقي العربيات دي فين؟ هتلاقي العربيات دي في جراج الماظة، موقف عبود، او على تطبيقات زي ان درايف
ولازم تتفق مع السواق من قبلها هتنزل فين بالظبط وتكلفة الرحلة كام، وتبقى عارف ان هو كمان هيرجع لوحده فتبقى فاهم ده كويس. لما بتوصل مطروح ازاي بتتحرك جوه المدينة، في تاكسيات وتوك توك وميكروباصات صغيرة بتتحرك بين الشواطئ. كل أماكن تقريبا قريبة من بعضها ومسافات صغيرة جدا. لو حاجز فندق أو شاليه اسألهم هيبعتولك عربية تاخدك من الموقف. نصايح مهمة جدا قبل ما تسافر، حاول تسافر بدري عشان الزحمة خاصة في الصيف. احجز تذكرتك قبلها بيومين على الأقل لو ناوي تركب أتوبيس أو قطر. خليك دايما مجهز معاك مية وأكل خفيف للسفر. ما تنساش شحن الموبايل وسماعات لو هتسمع موسيقى أو هتشغل قرآن. خد لبسك الصيفي الخفيف، مطروح حر في النهار بس اللي بالليل الجو بيبقى لطيف. أماكن ممكن تزورها في مرسى مطروح، طبعا من أجمل الشواطئ اللي ممكن تروحها هناك شاطئ عجيبة، من أجمل الشواطئ الطبيعية. شاطئ كليوباترا فيه المغارة المشهورة، وشاطئ الغرام مشهور ومناسب للتصوير. شاطئ روميل هادي ومناسب للعائلات. وكمان تقدر تطلع يوم لزيارة سيوة لو حابب مغامرة جديدة. الخلاصة، ازاي اروح مرسى مطروح من القاهرة؟ لو بتسأل نفسك ازاي اروح مرسى مطروح من القاهرة، فمعاك كذا اختيار: اتوبيس مريح ومنتشر في كل الاوقات، قطر اقتصادي ومناسب للتوفير، عربيتك الخاصة لو عايز تتحرك براحتك، او حتى تاكسي لو عددكم كبير. اختار اللي يناسب وقتك وميزانيتك وخدها رحلة استجمام تستاهل، لان مطروح مكان فعلا يستحق الزيارة وفيها راحة نفسية مختلفة عن اي مكان تاني. فكده تقدر تشوف الفيديوهات اللي فاتت زي ازاي اروح الساحل الشمالي، ازاي اروح الامارات، ازاي اروح اماكن كتير احنا بنغطيها في السلسلة دي. فهسيب لكم اللينك في الوصف تقدر تخش تبص عليه. وما تنساش تتابع، اعمل سبسكرايب وتتابعنا عشان يوصلك كل الترشيحات الجاية وكل الاماكن اللي احنا هنوصف لك ازاي تروحها بكل سهولة.